أهلا، ده فيديو جديد. ونبدأ الفيديو ده بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأنا هنا عايز أقف عند لفظ اللي هو اصطبر عليها. يعني إيه واصطبر عليها؟ يعني اللفظ ده اللي هو بقف قدامه كتير، اللي هو اصطبر عليها مش واصبر عليها، أو أي أو أي لفظ تاني يأمرك بالصبر. لأ، هو واصطبر عليها. لا، خليك واقف واصطبر، يعني مش اصبر. لا، في فرق بين اصبر واصطبر. واصطبر عليا، اصبر يعني ايه؟ هو انت ممكن تكون صابر وراضي وصابر من غير راضي. واصبر الامر هو في مشقة بس مش كبيرة. يعني اما تقول لواحد اصبر الامر فيه مشقة بس مش كبيرة، لكن واصطبر الامر فيه مشقة كبيرة جدا عليك وانت مش قادر تعمله، وبتعمله غصب عنك وبتصبر غصب عنك. هي دي يعني واصطبر عليا. وانا هنا مش جاي اتكلم عن الآية الصراحة خالص، انا جاي اتكلم عن موضوع تاني، وهو موضوع البدايات. انا ما بحبش، واحد من الناس اللي ما بتحبش ان انا ابدا حاجة جديدة في حياتي نهائي. يعني لاني باختصار يعني بحس ان الموضوع صعب، الموضوع غير مفهوم، بحس بلخبطة وما بحبش اللي هو دوشة. بحب ان الحاجة بس تكون انت ماشي عارف انها ماشية ازاي، بتتعمل بطريقة واحد اتنين تلاتة بس. فمعظم الحاجات اللي هي بتحتاج، مش عارف، في البداية انت في البداية بتحتاج تبذل ضغطة كبيرة جدا ومبتبقاش فاهم وبتبقى الرؤية ضبابية وبتاع. مع الوقت في النص كده بتحس ان الموضوع، والنهاية بتحس ان الموضوع بقى لذيذ، بقى فيه متعة، بقى فيه اللي هو كده. بالرغم ان البدايات هي دي اللي بتخليني اتطور، وهي دي اللي بتخليني ابدا في حاجات جديده، هي اللي بتخليني اتطور واكبر ونضجي يعلى، ولكن ما بحبهاش يعني. بالمناسبه يعني النهارده انا لسه مستلم شهاده ALX في اتمام كورس ايس، او برنامج تدريبي بتاع ايس، اللي هو AI for Career Essential، اللي هو المساعده استخدام الذكاء الاصطناعي في الوظيفه بتاعتك. ف اللي هو في البدايه يعني في حاجات كتير غير مفهومة، في حاجات كتير مش قادر أوصل لها ومش قادر أستوعبها ويعني بس مش يعني صعبة، والدنيا مش مفهومة، والدنيا صعبة، والموضوع صعب، وازاي تستخدم مش عارف ايه جديد وايه هنا وايه هنا. ما انتش فاهم. بعد شوية، بعد مثلا أسبوع اتنين، لقيت الموضوع بقى لذيذ. بدأنا فاهمين النظام، الدنيا ماشية ازاي، ايه فين مودي على فين، دي معناها ايه، دي ليه قالوا هنا كذا عشان كذا. فاللي هو انت بقيت تفهم الدنيا. نفس الموضوع ده بيحصل معايا كل اول سنة في اول ترم، خصوصا لو انا جبت اول محاضرة، فدي بالنسبة لي بتبقى مصيبة. يعني هو انا جبت اول، انا مش فاهم اي حاجة، مش عارف انت مين ولا بتعمل ايه ولا، اللي هو بحس ايه، اللي هو زي الأطرش في الزفة كده. أنا قاعد مش فاهم. فاللي هو الموضوع بيبقى صعب عليا أوي. فعبال ما استوعب وأفهم، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا يعني. وخصوصا في الأول بحس إن المواضيع صعبة، بحس إن المواد صعبة جدا جدا جدا، والدنيا صعبة ومش عارف أحل ومش عارف إيه ومش عارف الكونسيبت ده صعب والمش عارف إيه. بعد شوية أما تبدأ بقى تخش وتبدأ تتعامل والكلام ده، تحس الموضوع أسهل، وإن الموضوع أنت اللي كنت مكبر فيه أو مش مكبر فيه، هو بس ربنا سترها معاك فالموضوع مشي. يعني هو أعلم بيك والموضوع مشي. فهي دي الفكرة، فكرة واصطبر عليها. يعني أنا عارف إن أنا نزعت جزء من الآية، بس هو لسه ما زال بنتكلم في المضمون. إن هو اصطبر عليها، إن هو الموضوع صعب وتقيل وغلس، وانت بص مش قادر، بس هتصبر وهتعمله وهتكمل. هي دي معنى واصطبر عليا، ان هي يعني ان انت تصحى كل يوم. يعني امر النبي يقول لك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليا، ان انت تفكره 5 مرات في اليوم يقوم يصلي، وتزن على دماغه يقوم يصلي، وتصحيه في الفجر، ماشي، وتصحيه لقيام الليل، وتصحيه وتصلي معاه اللي هو ان انت اصلا تصحى لقيام ليل او لفجر في الشتاء،
هو امر صعب جدا جدا جدا. انت بتبقى دافيان ومتكلفت، بص هتصحى تتوضى بماء ساقعة وتروح تصلي في الجامع في الساعة وتبقى متكلفت وماشي بتتنفض. فاللي هي الحاجات، فالموضوع صعب جدا جدا جدا. فبالنسبة لي هي البدايات بالصعوبة دي أو أكتر من الصعوبة دي، اللي هي هو الموضوع صعب عليا ومش قادر. بص هو مش قادر، مش اللي هو مش مستحمل وخلاص هقف بس هو باجي على نفسي وأقول هي اصطبر عليا. يعني إيه؟ أنت لا تبتغي الدنيا، أنت تبتغي الآخرة. بس أنت بتاخد الطريق ده علشان تكسب منه رزق حلال تبتغي في الدار الآخرة، عشان لما ربنا يسألك يجي يسألك في مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يقول له اكتسبته في حلال يا رب وأنفقته إن شاء الله في حلال. فاللي هي دي اللي هو واصطبر عليا، اللي هو أنت مش قادر وصعب والموضوع مرهق بس برضه نصبر وهنتعامل. وهي بالمناسبة الفيديو ده هينزل في أول يوم ليا في الميد تيرم، فيا ريت تدعولي إن أنا أنجح في الميد تيرم، أو مش أنجح حاجة تقدير أو أجيب الفول مارك. يعني ده الحاجة اللي دايما بطمح ليها، وإن أنا داخل الامتحان أنا عايز دي. يعني ولو في فوق الفول مارك أنا عايزها، يعني ما عنديش مشكلة، أنا عايز الفول مارك أو عايز مع إني شخص مش بيحب الكمالية، والكمالية عملت معايا مشكلة كبيرة، بس هو أنا عايز دي وأنا عايز ده. لأني أنا عارف إن أنا مهما بذلت جهد مش هوصل لدي، هوصل لأقل منها شوية، بس الأقل منها دي فأنا ده اللي أنا عايزه. بس ده اللي انا عارف مستواي هيجيبه، بس انا بطمح لدي، بحيث ان انا لو نزلت فانا لسه في الرينج اللي انا راضي فيه، اللي هو ايه، خلاص انا ساتسفايد ومرضي والكلام ده كله جميل ولذيذ. وانا اسف ان انا بحط كلام انجليزي في النص وبرجع ترجمه عربي، لان هي دي بتيجي غصب عني. هي شويه مكتسبات وبناخدها من الكليه ومن التعامل. يعني انت التعامل مع معظم التعامل معاك اصلا في الكليه بيكون بالانجليزي، شرح كلام بتاع، فانت بتلاقي نفسك خلطت بين الاتنين في بعض. ففي ناس بتبقاش فاهم الانجليزي فبتيجي تترجم لها عربي. فاهم؟ اتمنى يعني، ولو مش فاهم مش مهم اصلا، كلام ملوش تنهي لازمه للعد ده. اللي هو بس الفكره اللي احنا عايزين نوصلها من الفيديو ده هي واصطبر عليها. او في آية أخرى في سورة يوسف: وصبر جميل، وصبر جميل. اصبر، اصبر. بس معنى واصطبر هو معنى أشد وبنيته أشد في اللغة، فعشان كده بحب أستخدمه أكتر. واصطبر عليه، واصطبر لأن الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، وأنا عارف إن الموضوع صعب. صعب مش عليك لوحدك، علينا كلنا. إنك تبدأ شيء جديد صعب جدا، بس صدقني الحاجات دي هتعلمك. والحقيقة مش ده الفيديو اللي كان مخطط له. يعني الفيديو اللي كان هيتصور وهينزل هو فكرة ليه لازم تستار بوالديك، وده كان فيديو في سلسلة كتاب مسلكيات. بس لقيت نفسي عايز اصور الفيديو ده، فقلت ليه لا يعني نصوره. بس هي دي الفكرة، لاني مأجله الفيديو ده بقاله كتير قوي من اول ما بدأت تدريب في ALX. لاني ساعتها كنت دخلت في اكتر من مكان تقريبا، وكنت في الكلية بتدرب في الكلية برضه تايه شوية. بس يعني كان معايا ناس من اللي هو انا اشتغلت معاهم قبل كده، فمطمن، فعارف مين دول وبيعملوا ايه وازاي نظام الشغل وازاي كذا حاجه، واتعاملت مع التولز دي والحاجات دي قبل كده، فقادر استوعب وقادر اللي هو مش ببذل جهد كبير قوي في البدايه. وكنت بادئ في ALX، وكنت بادئ في ITI اللي هو معهد التكنولوجيا والمعلومات. فاللي هو كذا حاجة والموضوع كبير وصعب. كنت شغال على بروجكت كامل لوحدي، أنا وصديق الصدوق عمار، أحمد عمار، مش عمار، لأني أنا بقول عمار لأني اسمه أحمد وهو اسمه أحمد، فإحنا أما حد بينادي أحمد إحنا الاتنين بنرد. يعني أتمنى إن أنتوا تكونوا فاهمين دي، أو أكيد فاهمينها، لأني معظم الشلل أو الصحاب بيكون فيها نفس الحالة دي، إن هو أكتر من واحد ليهم نفس الاسم. فكل واحد أنت بتشيل الاسم الأول ترميه وتستخدم الاسم التاني، لأن هو بيبقى الاسم اللي يعتبر فيه جزء يونيك كده، أو جزء مش يونيك، اللي هو جزء مخصوص ليه، اسم مميز ليه. او لو في معاك لقب العيله بتنادي باللقب على طول، لان اوقات بيبقى واحد اسمه احمد، محمد، محمود، فاللي هو كلها اسامي مشهوره. فانت
يعني احنا مش داخلين في الموضوع ده دلوقتي، اللي هو احنا بنتكلم في حتة واصطبر عليه. فالفيديو ده كان زي ما كنت بقول، كنت متخطط له من بدري قوي، يعني تقريبا من نص شهر 9. احنا دلوقتي هينزل في نص 11، يعني بتصور بعدها بشهرين. ف لان كان في فيديوهات كتير قوي متصوره، وكان جت فتره تقريبا اسبوعين ما قدرتش اصور اي حاجه، او بسبب ظروف، يعني مش ما قدرتش جسمانيا او بدنيا، بسبب ظروف معينه في البيت، فما قدرتش اصور اي حاجه. وما فيش غير الفيديو اللي فات اللي هو بس اللي هو اتصور في اللي هو ليه لازم ندخل النين في كل حاجه، وكان فيديو فلسفي. وما رضيتش استخدم فيه ادله قرانيه كتير، يعني ايه، بس حبيت استخدم الفلسفة، لأن معظم اللي بيتكلموا فبيتكلموا في فلسفة ومبدأ فلسفي، وإن هما بيتكلموا بلغة الغرب والكلام ده، فحبيت أكلمهم بنفس لغتهم عشان يقدروا يفهموها. وأتمنى إن يكونوا هما أصلا يقدروا يفهموها، لأن هما بياخدوا اللي على مزاجهم، واللي مش على مزاجهم بيرموه. ولكن تمام، يعني كده كده احنا بنتكلم، محدش بيسمع لنا، فصباح الفل يعني. أو اللي بيسمعوا لنا ناس قليلة جدا جدا، يعني تقريبا في 3 4 بس هم اللي معرفهمش، وباقي ال21 مشترك أنا عارفهم شخصيا، فصباح الفل يعني. حتى تصوير الفيديو ده يعني تقريبا هو 21 فيديو ب21 مشترك اللي نازلين على القناة، لكن في فيديوهات طبعا معمولة برايفت. ولكن ده مش موضوعنا. موضوعنا برضه يظل لا، واصطبر عليها، يعني واصطبر عليها. لا، اللفظ زي ما قلت هو لفظ شديد يعني، وربنا يعني بيستخدمش اي لفظ تاني في الحته دي، حته الصلاه، لان هي امر مهم جدا، هي عماد الدين. طبعا انا مش هقدر اتكلم على الصلاه، لان الصلاه ابوابها كتيره، وناس كتير اعلم مني اتكلموا فيها، زي ناس عثمان الخميس، ابن عثيمين، الشيخ اسمه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الشيخ ايه، اللي هو من المغرب، اسمه ايه، سعيد الكاملي. في ناس كتير أوي اتكلمت على موضوع الصلاة وأهميته، وإن هو ركن من أركان الإسلام، وإزاي تلتزم فيها، وي لو بحثت على يوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير أوي، لحد ما أنت تقول بس، يعني أنت قول بس وهتلاقي يعني إيه. كما يقول الدكتور إبراهيم السكران في كتاب المجريات: نحن الآن أصبحنا نعاني من مشكلة انفجار المعلومات، وكان الأجيال السابقة تعاني من مشكلة فقر المعلومات في موضوع البحث الذي يبحثون عنه. أما الآن فهم يعيشون في عصر انفجار المعلومات، لا يدرون أينما يتوقفون، وأينما يكملون البحث، أو وقتما يتوقفون وقتما يكملون البحث والاطلاع على آخر التطورات، وهذا كل الكلام الجميل ده. ف يعني أنا حابب إن الفيديو ده يعني يكون لطيف. بالمناسبة هو أنا كنت مخطط شهر كتاب المجريات برضو ملخص ليه، بس حبيت أقرأه تاني. وكان صديقي عز العرب قال لي على ازاي، يعني قال لي على جزئية بالتحديد، اللي أنا لو لخصت الكتاب، الكور بتاع الكتاب أو المحور، أنا آسف تاني على الإنجليزي، بس المحور بتاع الكتاب ازاي اتكلم، ان هو ايه المحور وازاي اتكلم عنه. لان بعض طبعا في الكتب، الملخصات الكتب او الكلام ده كله، او لو هتكلم على كتاب، فبفضل ان انا استشير اكتر من حد واساله ايه رايه في الكتاب، ازاي اتكلم عنه صح، هل الكتاب ده ايه رايك فيه، مش عارف ايه. وخصوصا لو حد قرأ الكتب دي وهو اكثر مني خبره في مواضيع القراءه، وقرأ كتب اكتر مني بكتير، يعني تقريبا هو داخل في 350 كتاب، وانا لسه في فرد ال 40 كتاب، يعني في فرق مستويات. وطبعا الكتب اللي بيرشحها لي والله كتب جميله جدا جدا جدا، بس انا بتعب جدا عبال ما اقرا الكتب دي، لان لغتها هي لغه صلبه على اللغه بتاعتي اللي هي المحله، بعض الشيء او المحله اصلا، وهي لغه صلبه عليا. فصعب ان انا استوعب الكتب دي واستوعب مفاهيمها، او بعاني. يعني مثلا كتاب مع الناس للامام علي الطنطاوي قعدت فتره كبيره جدا اقرا فيه، وكنت بستكفي باجزاء صغيره، اللي هو انا مش هقدر اقرا اكتر من الجزئيه دي، مش هقدر اقرا، لان انا لو قرات مثلا اتحمست وجبت 10 صفح مثلا، هاجي بعدها تاني يوم ايه، بس ما فيش اي حاجه تتعمل، تاني قاعد، ما مش هقرا ولا هعمل.
فاللي هو ايه، اعرف حدك اللي انت هتيجي مش بعده هتتحرق، فاللي هو بعده انت هتتحرق، فخلاص نعمل حسابنا في حتة آمنة زيادة، فاللي هو نطلع في وشها. فكرة هندسي طبعا، اللي هي حتة انك تلعب في السيف سايد، مش تلعب في السيف سايد. تشوف انت امتى الحالة الأسوأ عليها، وتبدأ تشوف ازاي هتتعامل معاها لو حصلت، وانك تبني المبنى على حالة أسوأ من الحالة الأسوأ اللي انت فرضتها. فاللي هو لما تحصل الحاجة الأسوأ دي فالمبنى يكون تمام، ويبقى فيه مساحة تانية للاحتمال. أنا مش عارف إن أنا اتكلمت في كلام مدني يعني، معلش بقى. ومع إن تخصص اتصالات يعني، تخصص بعيد عن تخصص أو مش بعيد يعني، هما الاتنين شغالين مع بعض في الآخر، كلهم مهندسين. يلا. ومش عارف أنا ليه قاعد بقى بروح في كذا موضوع، وهي دي مشكلة تصوير بعد تخطيط للفيديو، اللي هو بس أنا بفتح كاميرا وبفضفض. فعشان كده مسميها سلسلة فضفضة، وكنت ناوي أسميها قعدة شاي، علشان بحب قعدة الشاي بتاعت الدق ممدوح نصر الله، ولكن هي جت فضفضة أو فيديو مش مهم تسمعه. وليه مش مهم تسمعه؟ لأن هي فيها يعني حتة عميقة كده، واخدة من يحيى عزام، اللي هو لا، قصة مش مهم تسمعها، فلو سمعتها فهي قصة مهمة، زي ما القصة ما حصلتش. فأنت لو سمعتها وصدقتها يبقى قصة حصلت، لو ما سمعتهاش ومصدقهاش يبقى مش مهم تسمعها وما حصلتش. إيه هي فيها، شفت أنت اللي هو كلام المهندسين المعقدين دول، هو ده، او كلام اي حد معقد يعني، بعيدا عن الهندسه. اي نعم، هي الهندسه بتعقد الناس، بس تمام يعني. اللي هو فاهم انت، اللي هو تيجي تبص لها من هنا تلاقيها كذا، تيجي تبص لها من هنا تلاقيها كذا. اللي هو انت مش عارف تشوف لها ماسكه، او هي كل فيو بتاعها او كل منظور ليها هي بشكل مختلف. زي مثلا الاسطواني، بتبص من فوق تشوفها دايرة عادية، من الجنب ممكن تشوفها مربع، مش عارف من هي تشوفها ايه. اللي هو انا اتكلمت في الرسم الهندسي، يا نهار ازرق، اكتر مادة ما الرجالة طبعا شابوليكو، اكتر مادة الرجالة بتحبها يعني. زمايلي بيعشقوا المادة دي عش يعني، عشان نقدر نقول كلام غير ده، وبيحبوا الدكاترة بتوعها جدا يعني. وبجد الدكاترة بتوعها كانوا محترمين جدا، ومن احسن الناس الدكاترة اللي اشتغلنا معاهم، واتمنى اقابلهم تاني او الفيديو ده يوصل لهم. فاحب اشكركم من موقعي هذا، من غرفتي المتواضعة، وهي استوديو ده. وطبعا حكاية ان انا قاعد على الارض ديت ليها حكاية، ممكن نبقى نحكيها في فيديو تاني، ولكن باختصار يعني. أنا قلت إن مش عايز الفيديو يطول، والفيديو نط يعني الحمد لله. اللي هو كل اللي أنا عايز أوصله من الفيديو ده، اللي هو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هي حتة صغيرة جدا، واصطبر عليها. واصطبر عليها يعني اصبر. أنا عارف إن الموضوع ده صعب، في مجاهدة للنفس، وهيطلع عينك يعني، خلينا نتكلم بالعام، هيطلع عينك وهتشوف الذل، ويعني إيه. كان في بيت شعر بيقول لك مش فاكر، لن تنال المجد حتى تلقاك الصبر يعني. هو ده، اللي هو انت مش هتوصل لحاجه غير لما بيقول لك حتى تلعقها يعني، اللي هو مش عارف يعني. لا، مش هينفع نقول لفظ يعني، هو مش لفظ فيه مشكله او حاجه، ولكن هو لفظ شعبي اكتر او سوري اكتر. فاحنا عايزين نحافظ على مرجعيه في الالفاظ، او حد ادنى، ان احنا ما ينفعش ننزل تحت منه. فتمام. مش عايز اقول يعني حاجه تانية طب بالانجليزي، فبحاول ادور على كلمه عربي يعني لا تخدم المعنى وتقويه. مش عارف انا قلت ليه نحو، بس فاللي هو اصطبر عليها يعني ايه. وكان في برضه بيت او فيديو كان تقريبا لمحمد ابو بكر، اللي هو بيقول لك ان انت مش هتصل الى قمة الجبال ما لم تحاول، وان لم تحاول فانت بين الحفر والقيعان. فلو حاول وابدأ شيء جديد، وعن نفشل يعني. بحب البداية عشان بيبقى فيها فرصة ان احنا نفشل ونتعلم من الفشل ده. والفشل هو اكبر قصة نجاح يعني، حرفيا هي الفشل هي اكبر، بتعلمك اكتر كتير من النجاح. وان الفشل هو ده الوضع الطبيعي، هو ده الوضع الافتراضي، ان انت تفشل، لان من غير ما تفشل مش هتتطور. وسبب
كل اللي احنا فيه في العالم دلوقتي هو الفشل. فشل أكتر من مرة في الشيء، كل مرة بتعرف أنت فشلت فين، ولكن أنت نجحت في الحاجة. يعني إيه؟ ما في حاجة يعني إيه؟ كان في مقولة تقريبا كانت لتوماس إديسون بيقول لك إيه: أنا أعرف أقول لك أنا فشلت ليه 1000 مرة في اختراع المصباح الكهربائي، لكن في ال1001 أنا معرفش أنا نجحت ليه. يعني إيه؟ هو أنا عارف إن أنا فشلت، إيه الأسباب اللي فشلتني 1000 مرة، لكن معرفش إيه الأسباب اللي نجحتني مرة واحدة. فغالبا اللي بيفشل هو أو بيقول لك هو أسباب فشله هي دي حقيقية، هي الأسباب اللي وقعته فيها. لكن الشخص اللي نجح، هي كل اللي بيقول لك انا والله انا بتوقع ان انا اللي مثلا عملت كذا فعشان كذا انا نجحت، او بتوقع كذا، او بتوقع ان انا منضبط في الوقت، او لكن الكلام ده كله هو توقع، مجرد توقع. هو لا يكاد يجزم ان هو آه، عملها فعلا. اللي هو بس هي الفشل هي دي اللي وصله. هو ده اللي يعرف يقول لك هو فشل فعشان دي خد بالك منه، لكن مش عارف يقول لك انا نجحت عشان دي بس. المجسرة تقريبا خلصت، فهننزل من المجسرة. تمام. بعد ما نقفل طبعا الفيديو، وفي الآخر حابب أفكركم تاني واستبر عليها وابدأ أشياء جديدة، لأني أنا عارف إن البدايات صعبة، ودي رسالة ليا قبل ما أقول لأي حد. لو أنا عارف إن البدايات صعبة وصعبة عليك جدا، وإن أنت ما بتحبش البدايات ويبقى دمها تقيل ويلطش، وخصوصا لو ما تعرفش حد ومحدش معاك يهون الطريق وي. بس معلش، هي بعدين، مش بعدين اللي هو بعد مسافة طويلة، بعدين حاجة بسيطة هتلاقيها وصلتك. هتلاقي البدايات بتعلمك كتير، وهتلاقيك حبيت الموضوع وفهمت الموضوع بكامل تفاصيله. يعني هي مشكلة في البدايات هي عدم الفهم وعدم الوضوح في الرؤية أمامك، ولكن ساعة ما بتتضح الرؤية فهي خلاص. اللي هو بالظبط زي الدالة الأسية، أو كانت تقريبا الدالة التربيعية، معلش، اللي هي عاملة زي حرف يو كده. فهي أنت بتلاقيها إيه، جاية عند حتة معينة، وتقوم جاية كانت الدالة الأسية معلش، فتلاقيها جاية عند نقطة معينة، وتلاقي هوب الكيرف طلع مرة واحدة، أو المنحنى بتاعها طلع بقى مرة واحدة كده. مش اللي هو مش زي الدالة الخطية اللي هو بيطلع كده، لأ، تلاقيه جاي كده، تحس ما فيش تغير، مرة واحدة يطلع. هي دي بالظبط الحتة اللي قدام دي، هي البدايات، هي اللي انت قاعد بتكتسب، لكن هي دي قوة كامنة مخزونة جواك. فمن ساعة ما النقطة دي بتيجي، أو النقطة التحول بتيجي، بتديك دفعة قوية جدا لقدام. ودي يعني زي ما عندنا في الدايود، اللي هي عند ال 0.7، بعد ال 0.7 بتلاقي التيار مرة في الدايود. يعني أتمنى تكونوا فاهمين. وأنا معلش يعني عشان أنا ورايا امتحان الكترونكس يوم السبت، فالمعلومات دي في دماغي، ما جاش في دماغي غير إني بسأل على ده. فمعلش يعني انا اسف يعني عن الموضوع ده، لاني يعني مذاكرة وبتاع، فانبوت واوتبوت، ففي الجوريزم هو انا بتكلم انجليزي ليه؟ ايه الكلام الكبير يا جدعان؟ خلاص انا اسف. في الاخر سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، وما تنساش واستبر عليها، وسلام.